تعرفه عدد من نقط بيع التذاكر بعاصمة سوس من طرف ساكنة المدينة وزوارها الراغبين في متابعة افتتاح الملعب الكبير أدرار بأكادير، والتي ستجمع غدا المنتخب الوطني بنظيره الجنوب إفريقي. روبورتاج الحبيب العسري، توريا المعرس، ومبارك زمني. أكادير تعيش الحدث هذه الأيام، حدث كروي كبير في مدينة سياحية بامتياز. هذه مناسبة خصنا نفتخروا بها. احنا اليوم الناس ديال أكادير ديال سوس، راه احنا هذه هي المعجزة ديال الله تبارك وتعالى، ملي جميع الدول ديال العالم باش يطلعوا على البلاد ديالنا كي داير. الازدحام كثير، وحنا فرحانين بهذا الماتش اللي غيديروه في مدينة أكادير. غيكون واحد الرواج، وليداتنا مهتمين بكرة القدم. الحمد لله اليوم جينا نشجعوا فريق حسنية أكادير والمنتخب ديالنا المغربي ان شاء الله، باش ندخلوا ويكون هذا شي عرس رياضي، الافتتاح ديال هذا التيران الجديد. الكل إذن ومن مختلف الأعمار يتسابق للظفر بتذكرة دخول الملعب الجديد ومتابعة مباراتي حفل افتتاحه، والتي يستضيف من خلالهما المنتخب الوطني نظيره الجنوب الإفريقي في مباراة الافتتاح، والفريق المحلي فريق حسنية أكادير فريق شبيبة القبائل الجزائري في مقابلة رفع الستار. كيحصل لي الشرف انني نكون من اللاعبين اللي غادي يديروا افتتاح ديال ملعب أكادير، كذلك كيحصل الشرف لجميع لاعبين فريق حسنية أكادير. كنتمنى ان شاء الله ان المقابله تدوز في واحد الجو رياضي، واحد العرس رياضي كبير. القيمه المضافه هي قيمه كبيره. لولا وجود هذا الملعب ما كانش غتكون هذه التظاهره، يعني هذا الملعب هو اللي اتاح لنا هذه الفرصه باش تكون هذه التظاهره. اماكن بيع التذاكر تشهد ازدحاما سيزداد مع العد العكسي لتوقيت اجراء المقابلتين، في مشهد كروي سيعطي نفسا جديدا لرياضه كره القدم محليا وطنيا ودوليا، خصوصا أن الملعب الجديد سيحتضن رفقة ملعب مراكش الكبير منافسات بطولة العالم للأندية دجنبر المقبل. مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الجنوب افريقي ستجرى بالملعب الجديد بمدينة أكادير، الذي سيدشن رسميا غدا الجمعة. ملعب أكادير شيد على مساحة 60 هكتارا وبغلاف مالي ناهز مليار درهم. روبورتاج عن هذه المنشأة الرياضية الهامة أعده عبد العزيز رباك ومبارك زمني. الملعب الجديد لمدينة أكادير والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 45 ألف متفرج يعد لبنة أخرى في منظومة الجيل الجديد إلى جانب ملاعب فاس مراكش وطنجة. جهزت مختلف مرافقه بأحدث التقنيات لتجعل منه جوهرات تستجيب لمعايير الهيئات الرياضية الدولية. أما على مستوى التصميم والشكل الهندسي فكان ضروريا مراعاة الطبيعة وخصوصية المنطقة. الملعب الكبير لمدينة أكادير كيتميز بواحد الشكل هندسي فريد، هو ملعب كيندرج وكيتماهى مع البيئة اللي محيطة به. المهندس المعماري اختار واحد المدرجات خارجية اللي اللون ديالها قريب جدا من المحيط البيئي ديالها. من المرافق الإدارية إلى الإنارة مرورا بمقصورة التعليق الإذاعي والتلفزي ومنصة الصحافة المكتوبة، كل شيء رتب على نحو جيد. أما بخصوص العشب الذي أثار بعض المخاوف مؤخرا فقد تم تدارك الأمر. كما كتشوفوا دابا هو تعافى بواحد الشكل كبير جدا، وكنظن بانه في 11 في هذا الشهر من تلعب المباراه الاولى فيه غيكون جاهز تقريبا 100%. نتمنوا بان هذا الملعب هذا يعطي الاضافه المرجوه منه من خلال تنظيم تظاهرات كبرى ككاس العالم للانديه اللي غيتقام ان شاء الله في شهر دجنبر المقبل، ويساهم كذلك في التنميه الاقتصاديه والسياحيه والاجتماعيه ديال المنطقه. فريق حسنية أكادير الذي سيكون طرفا في حفل الافتتاح سيكون من الناحية الرياضية أكبر مستفيد من هذا التحول على مستوى البنى التحتية في المنطقة. بالنسبه للحسنيه فعلا كتشوفوا هذا الملعب ديال الانبعاث اللي تسجل فيه تاريخ كبير، والالقاب دازوا منه ابطال لاعبين كبار وكانوا مسيرين كبار اللي دازوا خلاو واحد البصمه ديالهم في التاريخ ديال الحسنيه. كنظن ان الان واحد الصفحه غادي تطوى، ولكن ما غاديش نودعوا، كاينه شويه ديال النوستالجي، ما غاديش نودعوا هذا الملعب اللي كتشوفوه. بين الحنين إلى الماضي والانفتاح على فضاءات أكثر حداثة وجمالية، سيعمل فريق الحسنية بالتأكيد على تدبير المرحلة بما عرف عنه من قابلية ومرونة للتأقلم مع المواقف.